الأسبوع. نحتاج 100 غرام تاع شوكولا سوداء ولا بالحليب قطعتها قطع صغيرة. عندي مغرف كبيرة تاع زبدة ولا مارغرين فيها 50 غرام. ونحتاجو لافاني. نروحو مباشرة لطريقة التحضير. ندير كاع المكونات تاوعي مع بعض باستثناء الشوكولا ولافاني. ندير الكاكاو والسكر الفارينة الحليب والزبدة أو المارغرين، نديرهم كاع مع بعض ونخلطهم. والشوكولا ولافاني نخليهم في الآخر. نخلطهم بارد في بارد ومن بعد نديرهم فوق النار، نديرهم على نار قليلة ونبقى نخلط بدون توقف بالملعقة ولا بالفوي حتى تذوب الزبدة تاعنا. بعد ما تذوب الزبدة راح نزيد الشوكولا هذيك اللي كنت قطعتها قطع صغيرة. نزيد كذلك قرصة تاع ملح ونخلط حتى تذوب الشوكولا تاعنا. بعد ما تذوب الشوكولا راح نطفي النار. الشوكولا تاعنا ذابت هنايا، راح نطفي النار. نزيد لافاني ونخلط ومن بعد نخلي الخليط تاعي حتى يبرد والعجينة تاعنا تخمر. ونكملو الوصفة تاعنا مع بعض. العجينة تاعنا بعد ما خمرت راح نجيبها هنا قدامي. نرش طاولة العمل تاعي بشوية فرينة، كذلك نرش العجينة تاعي. ومن بعد نفتح العجينة تاعي بالحلال على شكل مستطيل. فتحوها ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة. بعد ما فتحت العجينة تاعي راح ندير فوقها الخليط هذاك تاع الشوكولا ونمشيه كاع في العجينة تاعي. ومن بعد نطويها بهذا الشكل ونعاود نفتحها بالحلال. ودائما نرش طاولة العمل تاعي بالفرينة. نجيب العجينة تاعي وراح نفتحها بالحلال وراح نعاود نطويها شحال من خطرة. دائما نطوي بهذا الشكل ونعاود نفتح. هذه الخطوة أو هذه الخطوات هما اللي يعطونا الشكل الرخامي هذاك في البريوش تاعنا.